السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوفني، انا اخوكم محمد، ودي قناتي قناة كريس كيك. اللي اول مرة يشوفنا او يتابعنا يشرفنا اشتراكوا في القناة بتاعتنا ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. النهارده ان شاء الله جايين بقى بوصفة جميلة جدا، وهي وصفة تورتة لعيد ميلاد ام حبيبة. طبعا هي قالت لي عايزة تورتيه زي اللي انا عملتها في عيد ميلادي، بس طبعا مش هينفع اعمل بقى نفس الشكل كده عشان برضه مبقاش حاجة متكررة. فعملنا حاجة قريبة، هي بتحب اللون الاحمر جدا، فعملنا لها حاجة بالفراولة كده، وحاجه كده في الخفيف كده شكلها جميل شيك جدا. وعملنا لها ايه، بيرث داي كوين، عيد ميلاد الملكه بقى. طبعا هي مبسوطه جدا بيها، جبتها من المحل عندي والله. صرفت جامد جدا وكلفت والله اهو عشان الاقي كل سنه وانتم طيبه. ايه رايكم يا جماعه؟ يبقى تقولي في الكومنتات التورتيه دي عجبتكم ولا تورتيه عيد ميلاد انا؟ تمام. لان هي برضك بتقول لي ايه هتعملها مش زي بتاعتك، قلت لها اعملها احسن من بتاعتي وان شاء الله ايه هتبقى احلى وشكلها جميل جدا. يلا بينا عشان ما اعطلكوش في الطريقه. يلا بينا. بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يا احنا معانا دلوقتي ايه بقى، السبونج بتاعنا عملناه. تمام. وعملنا ايه، قشرناه وقطعناه 3 شرايح. طبعا كل الحاجات دي احنا عملناها في فيديوهات قبل كده اهو، فعشان ما نطولش الفيديو عليكم، اللي حابب يشوف المراحل دي يا جماعه يخش عليها في الفيديوهات السابقه قبل كده اهو، هيشوف كل حاجه. تمام. انا بقى قطعت كيكه زي ما قلت لكم كده اهو. جبت بقى القاعده الدواره بتاعتي كده، وعلى القعده اللي هشتغل عليها، وحطيت الكيسين اللي احنا بنحطهم كل مره. تمام. وهنبدا نسقي الكيك بتاعنا. طبعا انتوا عارفين انا بسقي الكيك بتاعنا بايه. انا عامل لبن. تمام، كوبايه لبن، وعليها صوص كراميل اللي هو التوفي كراميل، حوالي معلقتين كبار. دي طعم حلو جدا مع ايه، مع الاسبونج بتاعنا. ونجيب بقى الكريمه بتاعتنا يا جماعه كده. بالاسباتولا كده هنوزعه بالراحه كده من غير ما ندوس عليه. معانا بقى صوص فراوله كده اهو. تمام. بناخد برضو ايه، زجزاج كده. ناخد طبقه يا جماعه التانيه بقى كده نحطها كده برضو ونسقي كده. ناخد بقى الكريمه. بنغطي برضو كمان الطبقه الاخيره كده.
بس كده، هي مره واحده بس يا جماعه، ما نعيدش عليها تاني. وبندخلها التلاجة حوالي مثلا نص ساعه كده، تشد بس الكريمه معانا، وبعد كده نكمل ايه التسويق بتاعنا. كده يا جماعه احنا طلعنا بقى ايه التورته بتاعتنا من التلاجة. هنجيب بقى ايه الصوص الفراوله بتاعتنا، تمام. وهنعمل ايه، هنعمل هنا بقى ايه دموع كده. نبدا بقى نشيل الكيس بتاعنا يا جماعه كده. وهنعمل بقى يا جماعه ايه روزتات صغيره كده هنا اهو على الجناب. نجيب بقى يا جماعه شوكليت شيبس بقى، حطيت 2 اهمت. نبدا على كل واحده كده. كده يا جماعه قطعنا بقى فراوله كده اهوت، ولما عليها بنفس بقى الجيلي التلميع بتاعنا الفراوله ده، ده برضو كده اهو ان شاء الله بتدي منظر جميل اهي معانا. معانا بقى يا جماعه واحد الكيوي كده اهو، نحطها هنا اهو كده اهو. كده احنا ايه قفلنا الكلام تمام زي الفل. طبعا بقى عشان عيد ميلاد ايه ام حبيبه، هنجيب لها واحده ايه بيرث داي كوين، نحطها لها كده اهو. عشان كل سنه وهي ايه طيبه ان شاء الله، لا قوه الا بالله. بصوا يا جماعه الشغل بقى شغل فاخر من الاخر يعني ها. ونقول لام حبيبه بقى كل سنه وانت طيبه، وعقبال كل سنه ان شاء الله. وفي نهايه وصفتنا يا رب نكون قدمنا لكم حاجه استفدتم منها، ويكون الفيديو عجبكم. هسعد عليكم وتفرحني جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.